في فترات في حياتنا بنكون واثقين من نفسنا جدا، وبعدين يحصل مواقف او تجارب وتبدأ الثقة دي تقل. السؤال بقى، لو ده حصل فعلا ازاي نرجع ثقتنا بنفسنا من تاني؟ اول حاجة، بلاش تقارن نفسك بالناس طول الوقت. المقارنة من اكتر الحاجات اللي بتكسر الثقة بالنفس، لانك بتشوف نتيجة الناس لكن مش بتشوف تعبهم او ظروفهم. كل شخص ليه طريق مختلف. ارجع افتكر الحاجات اللي عملتها كويس قبل كده. لما الثقة بالنفس تقل، العقل ساعات بينسى كل الحاجات الكويسة اللي عملناها. جرب تفتكر مواقف نجحت فيها حتى لو كانت بسيطة. ابدأ بخطوات صغيرة، مش لازم تغير حياتك كلها مرة واحدة. ممكن تبدأ بحاجات بسيطة جدا، زي قرار صغير، تجربة حاجة جديدة، أو حتى إنك تكمل حاجة كنت مأجلها. قلل الكلام السلبي مع نفسك. في ناس بتكون قاسية جدا على نفسها، ولو حصل خطأ صغير تفضل تلوم نفسها لفترة طويلة. لكن صدقني، الخطأ ده جزء طبيعي من أي تجربة، وهو اللي بيخليك ترجع تاني تثق في نفسك. ابعد شوية عن الناس اللي تحبطك. بعض الأشخاص للأسف كلامهم بيأثر علينا بطريقة سلبية، ولو حد دايما بيقلل منك أو من اللي بتعمله، حاول تقلل الاحتكاك بيه. اهتم بنفسك حتى لو بشكل بسيط. أحيانا في حاجات بسيطة جدا ممكن تحسن إحساسنا بنفسنا، زي المشي شوية، ترتيب المكان حوالينا، أو إننا نعمل حاجة بنحبها. ادي لنفسك وقت. رجوع الثقة بالنفس مش سباق، ممكن يحتاج وقت، وده طبيعي جدا. ولو ثقتك بنفسك قلت في فترة من حياتك، ده مش معناه إنك ضعيف، أو مش معناه إنك ما عندكش شخصية. كل الناس بتمر بمراحل مختلفة، ومع شوية صبر وخطوات صغيرة أأكد لك إن ثقتك بنفسك هترجع تاني. الأهم إنك ما توقفش المحاولة.